على فكره نجدي، السؤال اللي انت سالته ده سؤال اتسال في انترفيو في ليا في شركه في المانيا في اوروبا. والله بجد. طيب السؤال اللي جاي ماشي، قبل ما اساله انا عايزك تركز بنسبه 100%، خلاص؟ لان ده تقريبا السؤال اللي لو حد بيتفرج على الفيديو هيبقى ده هو ده السؤال اللي مستنيه. يا مساء الفل. واحد من المجالات اللي تقدر تشتغل فيها من البيت او ريموتلي هي الاس اي او تحسين محركات البحث. انا جايب لكم النهارده واحد شغال بقاله فتره كبيره جدا كاس اي او مانجر او اس اي او اناليست. هنساله اسئله كتيره خاصه بالشغل ريموتلي واسئله اكتر خاصه بالاس اي او، ولو الواحد عايز يبدا في المجال ده يعمل ايه. فهات كوبايه القهوه وتعالى نشوف الفيديو. ازيك يا عمده؟ ازيك يا مجدي، انا عامل الحمد ايه؟ لله، انت اخبارك ايه؟ كله تمام. الحمد لله. كله كويس الحمد لله رب العالمين. جاهز؟ جاهز. دماغك رايقه؟ حضر. اهم حاجه. لا هي فايقه. ان بس دي شاء اهم الله. حاجه. طيب ان شاء خلاص، الله. خلينا انا قلت شويه حاجات عنك، حاجات بسيطه جدا، وسايبك بقى تعرفنا بنفسك وكمان تقول لنا شغال ريموتلي من امتى. اتفضل. انا اسمي عماد شراكي. بشتغل اس سي اناليست. تمام، بشتغل ريموتلي في شركه، احدى الشركات يعني. بدات الكارير بتاع السيرش انجن اوبتمايزيشن او الاس سي او امتى؟ كان في 2012، وكان على سكيل صغير. حاليا دلوقتي انا بشتغل ريموتلي تقريبا بقالي فتره، يعني تزيد من قبل كورونا يعني تقريبا. بس بعد فتره كورونا بقى الموضوع بقى اكتر شويه يعني. كان ممكن مثلا في وقت من الاوقات شركه في مصر هنا كنت ممكن اروحها يوم يومين في الاسبوع، وبقيه الايام ريموتلي. بعد كورونا تمام بقى الشغل ريموتلي 100%. جميل جدا. طيب شغال اس اي او اناليست يعني ايه؟ اس يو اناليست. الاس سي او اناليست هو شخص بيبقى مسؤول عن تحليل الترافيك بتاع الويب سايت. تمام، خصوصا الترافيك اللي جاي من السيرش انجن، اللي جاي من محركات البحث زي جوجل او بينج او ياهو او يندكس ايا كان. وفي نفس الوقت بيقيس البرفورمانس بتاع الترافيك والجيرني بتاعت اليوزر لما بيجي يدخل الويب سايت بيدخل يفتح ايه، ما بيفتحش ايه، بيطلع امتى. كل الحاجات دي وتفاصيل تانية كتير جدا. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها الكيورد اوبتمايزيشن، الكيورد ريسيرش. بنقدر نشوف الناس اللي دخلت من جوجل دخلت بأنهي كلمات، الكلمات المستهدفة، بيشتروا ولا لا. لو الويب سايت اي كوميرس، مراجعات بقى لكل حاجة جوه الويب سايت، ديتيلز، الانترنال لينك، الباك لينكس، تفاصيل كتير جدا جدا يعني حاجة كده تحسها مكلكعة شوية. ده شغل كتير فعلا. طيب اليوم الشغل بيبقى عامل ازاي؟ يوم الشغل هو بيبقى يوم روتيني عادي جدا زي اي شغل. يعني مثلا عندنا مثلا مواعيد الشغل بتبدا من 6 الصبح تقريبا بعد صلاه الفجر. يعني في تيم بيبدا 6 الصبح، في تيم بيبدا 8 9. ففي فلكسبيليتي يمكن شويه عندنا، وبيبقى لينا 8 ساعات. ممكن يبقى في بريكس في النص. خلال ال8 ساعات دول بتبدا تحضر طبعا التاسكات اللي احنا هنشتغل عليها، البريورتيز بتاعتها ايه، اهم تاسكات المفروض تخلص الاول. طبعا بجانب واحنا شغالين بيبقى في تاسكات تانية بتيجي زيادة في حاجة معينة محتاجة ان هي تتعمل خلال اليوم. طبعا متفاهمين ان في تاسكات موجودة شغالين عليها already exist، فممكن نحط بلان مثلا التاسك ده يخلص بكرة يخلص بعده على حسب. اليوم بيبقى الصبح تقريبا بعد صلاة الفجر الساعة 6 مثلا لغاية الساعة 9، 3 ساعات. بناخد بريك مهم. مثلا ساعة، اوكي، وبعد كده نرجع نكمل تاني بقية اليوم بتاعنا. وممكن كمان في الفترة الأخيرة دي ممكن يبقى فيه بريك برضه في النص، ونخلص مثلا على الساعة 2 الساعة 3 يعني مهم. تقريبا. كتير جدا. اصل كل الحاجات اللي انت قلتها دي فعلا لو انت ما نظمتش اليوم انا حاسس ان الدنيا هتخرب يعني، او الدنيا هتسيح على بعضها بدون تنظيم. الموضوع هيبقى صعب. لما أكيد وقعنا في دوت ده أكيد ايوه، يعني ما هو ده من السؤال اللي ضمن. جاي بقى. ازاي بتنظم الشغل بتاعك كل يوم؟ لو اصل الحاجات دي انا زي ما بقول لك انا كمستمع انا مش خبير اس او، فالحاجات اللي انت قلتها لي دي كلها انا ما عنديش خلفيه ازاي ممكن تتنظم، او انظمها ازاي، او ابدا بايه. او لو عندي تاسك مثلا هنقول زي الكيورد اناليسيس، دي تاسك اكيد اوكي. كبيره جدا. ازاي بتابروتش او ازاي بتاخد التاسك تقسمها ازاي وبتشتغل عليها ازاي؟ يعني مثلا لو اتكلمنا عن التاسك دي تحديدا بيبقى في تولز احنا بنستخدمها، والتولز دي بنمونيتور بيها البوزيشن رانكينج بتاعت الكيوردز ديت. يعني مثلا بيبقى عندنا امبارح الرانكينج بتاعنا مثلا ليتس سي ان احنا كانت في كيورد معينه كان البوزيشن رانكينج بتاعها رقم 4. النهارده بنبص على البوزيشن رانكينج بتاعت الكيورد دي، هل حصل اوبتمايزيشن وبقت رقم 3 بقت رقم 2، ولا حصل ليها دروب.
سواء حصل ليها دروب او حصل ليها جروينج يعني وطلعت فوق كده كده. ده بيحصل نورمالي وبيحصل اون ديلي بيزز يعني كل يوم بيبقى عندنا كيورد ممكن يبقى احنا امبارح بوزيشن رقم 2، بكره يبقى رقم 3، بعد بكره يبقى رقم 1. فالبوزيشن رانكينج هو متغير، بس الفكره نفسها ان لو في حاله ان احنا حصل لوست الكيورد، لوست بقى مش داون جريد للكيورد، فدي بيبقى موضوع محتاج وقفه. هو احنا ليه خسرنا الكلمه ديت؟ او مثلا دروب حصل من بوزيشن رقم 4 لقينا حاجه و60، فليه ده حصل؟ دي من ضمن الحاجات. وده احنا بنتكلم على سكيل كبير، يعني بنتكلم على سكيل كيوردز بالالافات، مش 100 ولا 200 يعني. ده كلهم انت بتراقبهم او التيم بتاعك بيراقب كل الكلمات دي، ودي تاسكايه واحده يعني دي او دي تاسك واحده بالظبط. هو بيتابع، بيبدا ياخد الكيورد بوزيشن رانكينج، وبيبقى فيه فلتر بنبدا نحدد من الفلترز الكيورد اللي هي من 1 ل 3 ايه هي كام كلمه. بنعمل من التولز بتساعدنا كتير قوي ان احنا نقدر نحدد التوب 3 كيوردز اللي هم بوزيشن رقم 1 و2 و3 في الصفحه الاولى، وبقيه الكيوردز الثانيه. لان احنا بيبقى عندنا بلان ان احنا محتاجين نوبتمايز الكيورد ديت، فبالتالي الموضوع بيبقى محتاج له بلان. فلازم نحط كل كوارتر، كل 3 شهور خطه ان احنا نعمل اوبتمايزيشن للكيورد دي، ونبدا نتابعها ونجددها كل 3 شهور. جميل جدا. هنيجي للتفاصيل التقنيه بتاعه الاس او دي، بس مش دلوقتي، عشان احنا دايما بحاول اقسم السيشن او الانترفيو يعني لحاجات عامه بخصوص خاصه بالريموت ورك، عمل من المنزل، وبعد كده ندخل بقى شويه تفاصيل المجال بتاعك بقى، وهنتكلم عن الاس او، عن التولز وعن الكلام ده كله. ولكن واحده من اهم متطلبات العمل من المنزل او الريموت ورك هي اللغه الانجليزيه. انت شغال في شركه خارج مصر او شركه بتتعامل بالانجلش، ايه النصائح اللي عماد يقولها للناس علشان يقووا او يخلوا الانجليش بتاعهم كويس يشتغلوا بيه في الشركات اللي زي دي؟ طيب يعني النصيحة، الناس دايما بتبقى قلقانة من حتة بتاعت الانجليش ديت، وان هي بتبقى عندها تخوف حتى من الانترفيو، ان هي تحضر انترفيو انجليش، مش تشتغل في شركة. الانفايرمنت او الناس كلها اللي موجودين ان هم انترناشونال تيم من دول اوروبيه، من البرازيل، من اسيا، دول جنوب امريكا مثلا على سبيل المثال. الناس دي اللغه الام بتاعتهم هي مش الانجليش، ولكن هم بيتكلموا انجليش. نصايح ليك هقول لك، يعني انا على سبيل المثال انا ما كنتش مدرس لغات، عمري ما كنت في مدرسه لغات، بس كنت مهتم ان انا اقرا الاس او علشان خاطر ان احنا نتعلمه. محتاجين ان احنا نقرا ارتكل انجلش كتير جدا، نتفرج على فيديوهات توتوريال، وفي نفس الوقت نحط نوتس كلمات واحنا بنتعلم. يعني بيبقى احيانا في مصطلحات للناس الجديده ما بتبقاش عارفاها، فدايما بنصح الناس ان هي ما تتخوفش من الحته ديت، وان هي تقرا، ان هي تدون، ان هي تكتب كل كلمه تمام هي بتقراها، وفي الاخر هيطلع ليها ان هي حافظه كميه من الكلمات كبيره جدا. تمام. فالموضوع مش بيتعلق بان حد مثلا كان في مدرسه. يعني ممكن حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول الناس اللي هي ممكن تكون درست في مدارس لغات هي حظها احسن. فانا بقول لا، هو انت تقدر ان انت تعمل ده بمنتهى السهوله. انا ما درستش في مدارس لغات، انا ما درستش في لغات يعني بالظبط. يعني معظم الناس، معظمنا ما كانش مدارس لغات وما كانش بياخد انجلش بشكل زي ما المدارس الانترناشونال والامريكان والاي جي دلوقتي ما بياخدوه. لا، احنا كنا بناخده بحاجه بسيطه جدا كانت لا تذكر يعني. فالفكرة نفسها ان ممكن الناس تحط ان ده سبب وان ده عائق ليها، ان هي مش هتقدر تشتغل عشان خاطر هي ما كانتش في مدرسة لغات، هي لسه بتتعلم انجليش. ما فيش اي مشكلة خالص ان انت تتعلم انجليش حتى لو انت عندك اكتر من 30 40 سنة. التعليم ملوش، لان في ناس برضه بيبقى عندها الحته العائق، لا انا كبرت فانا مش هقدر استوعب اللغه. لا، انت تقدر تغير حياتك تماما، وده هيسبب ليك نجاحات في حاجات كتير جدا، مش في نقله بس. يعني لو هنختصر يبقى يقرا كتير، يكتب، يتفرج على فيديوهات، ويتفرج على فيديوهات ويسمع. بعد ما يبقى هو حس ان هو الموضوع اتحسن عنده، يسمع. محتاج ان هو يسمع كويس جدا. وفي ابلكيشنز كتيره جدا فيها كتب مثلا زي بلينكليست مثلا، يقدر ياخد مثلا فري بوكس يسمعها، او ممكن لو هو مشترك على سبوتيفاي مثلا او انغامي، الحاجات اللي هي البسيطه اللي احنا بنستخدمها في اليوم العادي. بنسمع اغاني، مفيش مانع ان انت تسمع اوديو بوك بالانجلش، وان انت تحاول تفهم. مش لازم تفهمه 100%، بس على الاقل تحاول تفهم جمله 2 3 هتطلع وهتغير
هتغير معاك وهتفرق معاك كتير جدا. والله فكره لان فعلا هم فعلا محتاجين فعلا اصلا فكره دي فكره حلوه فعلا فعلا فكره يعني ومختلفه انك انت تسمع اوديو بوكس دي. لو الكتاب هنقول فيه مجازا 300 صفحه، انت لو فهمت منهم 10 ده كفايه. طبعا حلو جدا. طبعا الاوديو بوك من الحاجات المهمه يعني، حلو والبودكاست جدا. طبعا اه طب العمل من المنزل او الريموت ورك ليه مشاكل نفسيه وجسديه، انت كعماد بتواجه المشاكل دي ازاي، وايه نصايحك عشان الناس تتجنب المشاكل دي؟ طيب مبدئيا لو انت متخيل بغض النظر ان انت بتشتغل ريموتلي او لا، تخيل لو انت قاعد في البيت على طول ما بتنزلش، في الطبيعي هيحصل لك ايه؟ اكيد هيجي لك اكتئاب. فتخيل ان انت كل يوم انت بتشتغل من البيت، تمام، وخصوصا لو انت في بيت فيه عيله مثلا، في زوجه في اطفال، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك مش كويس، لان حقيقي. الشغل محتاج هدوء محتاج تركيز. فبالتالي وجودك ان انت في مكان واحد وثابت دي ممكن تسبب ليك بعد فتره مشكله نفسيه، ممكن يجي لك اكتئاب، ممكن ما تبقاش طايق البيت مش طايق الشغل. فنصيحتي ان انت ما تخليش الموضوع روتيني، اللي هو لا انت بتشتغل ريموتلي فانت عندك فلكسبيليتي ان انت تشتغل من اي مكان انت شايف. عايز تروح تشتغل من ورك سبيس، عايز تنزل تشتغل من كافيه، عايز تشتغل من البيت، لازم تغير علشان خاطر ما لو انت فضلت قاعد في البيت انت هيجي لك حرفيا اكتئاب. لا جرب ان انت تقعد حتى انقطع، هيبقى مش في اي نوع من انواع ده حقيقي. التواصل ما بينك وما بين الناس، وده هيسبب مشكله كبيره جدا، ده هيأثر عليك نفسيا. تخيل بقى لو انت كمان قاعد بتسمع نيجاتيف بقى مثلا اخبار دايما كده ايه زلازل ومش عارف ايه، وانت قاعد في البيت مكتئب، صدقني الموضوع الموضوع بقى صعب. هيدمرك نفسيا وهيأثر عليك في الشغل. فده لا ما بنصحش ان احنا دايما ان احنا نشتغل ده فليكسبل. كمان لو احنا بنتكلم على سكيل تاني بره مصر، الناس في حاجه اسمها ديجيتال نومادز. النومادز الناس اللي هم بيشتغلوا ريموتلي وبيتحركوا وبيسافروا في كل دوله وبيتحركوا هنا وهنا وهنا. فطبيعي ان انت مش تقدر تعمل ده، بس على الاقل تتحرك. لازم تغير يوم من البيت، يوم من كافيه، يوم مهم. من ورك سبيس، براحتك. ده نفسيا. طب جسديا بقى، هل واجهتك مشاكل الاول ولا لا، وازاي تواجهها او تنصح الناس ان هي ما تقعش فيها؟ طيب جسديا انت هتفضل قاعد في البيت مش هتتحرك، دي مشكلة. هتتحرك هتروح المطبخ هتجيب حاجة تاكلها، تعمل قهوة، تعمل شاي، مش هتتحرك، مش هيبقى فيه اكتيفيتيز كتيرة جدا انت بتعملها. فده مش صح. المطلوب منك ان انت تنزل وتحتك بالناس، تقدر تمشي مثلا، طيب. هتاخد حتى لو هتاخد العربية بتاعتك ولا هتركب مواصلات، لازم تتحرك وتمشي على رجلك، ولازم تنشط الدورة الدموية. لان حتى لو انت قاعد في مكتب في شركة، انت لازم هتقوم من على الكرسي او من على المكتب وتبدا ان انت تحرك عضلاتك، ان انت لازم تنشط جسمك علشان خاطر يبقى انت فعلا اكتف كده ومش نايم. لان بالظبط. انت بعد فتره وانت شغال هتبص هتلاقي نفسك انت كابس عليك النوم. لو اتحركت جسمك هتلاقي الدنيا لا اكتف معاك اكتر. حقيقي. هي الحركه مهمه جدا جدا. طيب طبعا كمتخصص بقى اس اي او، مش واحد شغال ريموت ورك بس، لا متخصص اس اي او، هل في مزايا او عيوب من العمل المنزل بالنسبه لك كمتخصص اس اي او؟ بص، المزايا ان انت في البيت، يعني حتى اي حد احنا كمصريين دايما لما بتروح في اي مكان بتقولي محدش بيرتاح غير في بيته. حتى لو انت رايح تقعد في اي مكان تقول محدش بيرتاح غير في بيته. فالبيت بالنسبه لك هو راحه. مثلا عايز تعمل اكل، عايز تعمل حاجه تشربها، عايز تقعد تاخد بريك تتفرج على التلفزيون وترجع تكمل شغل مثلا، عايز تعمل اي اكتيفيتي، انت في البيت بتاعك فانت مرتاح نفسيا. اوكي، دي الميزه. العيب بقى ان انت مثلا عايز، مثلا نفترض ان انت عايز تاكل حاجه معينه، انت مش معقول هتسيب الشغل وهتقف تعمل الاكل لو انت لوحدك. فبالتالي مثلا هتقول لا انا ممكن ايه، انا نفسي هفاني مثلا اكل بيتزا مثلا او اكل ساندوتش معين، بس انا مش هسيب الشغل وهقعد اعمل اكل يعني. فالافضل ليك بقى ان انت تتحرك، تمام، هتطلب مثلا بيتزا من مكان انت بتحبه، وده مثلا بتعملها مره كل اسبوع يعني. مش هقول لك مثلا كل يوم ولا حاجه كده، مره تاكل بره او من بره يعني. اكيد احنا مش كلنا هناكل كل يوم من اكل البيت يعني، لان انت ده برضه هيأثر عليك في حاجات كتير يعني. هيأثر عليك ماديا، هيأثر عليك نفسيا هيأثر عليك. فعلا. انت مش يعني مش هتقعد بقى ايه تقول لا النهارده هعمل اكل، النهارده هعمل كذا، بكره عايز اعمل الحاجات دي، هتاخد منك وقت كتير. مهم. وبالتالي لا انت محتاج ان انت توفر الوقت ده للشغل اولا علشان خاطر تبقى انت اكتف. ده حقيقي. طيب دلوقتي انت شغال في مجال
مش عايز اقول حرج جدا، ولكن المجال اللي انت شغال فيه الابديتس او التحديثات فيه بتحصل بصوره كبيره جدا. ازاي بتبقى متابع الحاجات دي او بتخلي نفسك ابديتد في الحاجات دي وانت شغال من البيت؟ انت ما فيش مكان مثلا، مفيش مكتب هتروح في حد هيقول لك اللي حصل او اللي حصل او الكلام ده كله. ازاي بتبقى متابع للتحديثات اللي بتحصل في المجال بتاعك وانت شغال من البيت؟ دي نقطة مهمة قوي. و... و... ويمكن انا اتأثرت بالسؤال شوية، لان دايما انت والناس اللي بتشتغل في الكارير بتاع الاس او عارفه ان هي في وقت من الاوقات ان هي بتبقى شغاله كويس جدا، الويب سايت برفورمانس ترافيك شغال كويس جدا، في ترافيك بيجي من جوجل، وفجاه وقيس فجاه يلبس في الحيط، يحصل دروب والترافيك وقع. ايه السبب؟ في ابديت من جوجل. بالنسبه لي انا دايما متابع في جوجل سيرش سنترال من على تويتر، تمام. جون مولر، تمام. في بعض الاشخاص الناس دي وقت ما بيحصل في اي ابديت، تمام. براين دين مثلا، سمراش، اتريفس، كل ما هو ليه علاقه بالاس او على تويتر، وانس لما بيحصل اي حاجه بتلاقي في تويت طلعت في ابديت، في احتماليه ان يكون في ابديت مثلا، اوكي، اللي هو unconfirmed update مثلا. فبنبدا خلاص انا كده كده حتى ان انا في الايام الاجازه للاسف ببقى مشغل نوتيفيكيشن، لان انا ممكن ارجع من الاجازه احنا لقينا الترافيك وقع واحنا مش عارفين وقع ليه، فغصب عني انا لازم اكون حاطط النوتيفيكيشن بتاع تويتر بالنسبه للاكونتس بتاع جوجل، عشان وانس لما بيحصل ابديت هم بيطلعوا بيقولوا، تمام. اشخاص برضو في الاندستري لما بيحصل ابديت بيقولوا رايهم وبيعلنوا برضو عن الابديتس ده. بلس ان في ويب سايتس معينه دي لازم احنا كل يوم بناخدها. عارف انت لما كان زمان احنا مثلا بابانا مثلا يصحى الصبح ويقرا الجورنال ويشوف ايه الاخبار، أيوة. احنا الصبح من ضمن الروتين بتاعنا ان احنا قبل ما بنشتغل بنبص بنشوف ايه الاخبار، في ابديتس، في اي حاجه جديده، لا ما فيش حاجه، الدنيا سليمه، تمام، يلا نكمل نشتغل. لازم انت تكون متابع وحاطط نوتيفيكيشن علشان خاطر تشوف الابديتس اول باول. ممتاز جدا. يعني دي مش محتاج انت حد يكون معاك، حد يديلك الابديتس دي في الشركه او في مكتب او حاجه، لكن ده تقدر انت بتجيبهم بنفسك. على فكره نجدي، السؤال اللي انت سالته ده سؤال اتسال في انترفيو ليا في شركه في المانيا في اوروبا. والله بجد بنت الاتش ار بتقول لي انت بتعرف الابديتس ازاي بتاعت الاس يو؟ فقلت لها الرد، يعني قلت لها اولا جوجل سيرش سنترال ليهم اكونت، تمام، لما بيبقى في ابديت بيعلنوا عنه وبيعلنوا عنه في لحظتها، تمام. يعني وانس ان هو كتب على البلوج بيطلع بيه ابديت، واحنا بنقرا طبعا التفاصيل وبنبص على ريكومنديشن وبنتابع الناس الاكسبرت، تمام، اللي هم متخصصين، اللي هم في منهم ناس كانوا اكس جوجل، كانوا بيشتغل في جوجل، تمام، وبنبدا نشوف رايهم كمان حتى في الابديتس يعني، وبنكون كونكلوجن. ده السؤال اللي انت سالته، ده سؤال بيتسال في انترفيو بالمناسبه يعني. حلو كده. طيب السؤال اللي جاي، ماشي، قبل ما اساله انا عايزك تركز بنسبه 100%، خلاص، لان ده تقريبا السؤال اللي لو حد بيتفرج على الفيديو هيبقى هو ده السؤال اللي مستنيه. لو في حد ما عندوش اي خلفيه عن الاس او وعايز يدخل مجال يبقى خبير او يبقى متخصص في الاس او، زائد ان هو يقدر يشتغل ريموت، يعمل ايه؟ خد وقتك. لا الموضوع ده مش صعب يعني. بص، وفي خطوات انت لازم تعملها علشان خاطر تحقق ده. اولا اول حاجه لازم تفهم هي محركات البحث بتشتغل ازاي، ده كونسبت ازاي السيرش انجن بتشتغل. وفي ارتكلز وفي مواضيع كتير جدا موجوده اونلاين وفيديوز بتشرح ازاي السيرش انجن بتشتغل ومحركات البحث بتشتغل. دي اهم حاجه ودي رقم واحد. لازم تبقى فاهم الشغل بتاعك هيبقى هو ايه وعباره عن ايه، دي البدايه. تاني حاجه لازم تطور السكيلز بتاعتك في ايه. لازم تطور السكيلز بتاعتك في الديوتيز او الريسبونسبيلتي، الحاجات المتطلبات منك انت كشخص كاس يو. ده انت هتيجي بعد كده هيطلب منك تعمل كيورد ريسيرش وتعمل اوديتنج و من ضمن الحاجات ديت الكيورد ريسيرش. ازاي تعمل كيورد ريسيرش، تمام، ازاي تعمل اوبتمايزيشن للصفحات، يعني ايه اوبتمايزيشن، تمام. لازم تبقى فاهم البيزكس بتاعت الكودز، مثلا على سبيل المثال لازم تبقى فاهم HTML CSS وبيزكس الجافا سكريبت، دي مهمه جدا لان اول انت مره اعرف برضه، اول مره اعرف اللي شغال في الاس او يبقى عارف اساسيات الاتش تي ام ال. لو انت بتتكلم ممكن عن السوق العربي ما يكونش طالب ده،
الا شركات قليله جدا، ولكن السوق الاوروبي دايما لما بيجي بيطلب بسكيلز، لازم يكون عارف HTML و CSS وجافا سكريبت. وهقول لك جافا سكريبت على سبيل المثال ان دلوقتي مثلا جوجل عندها ابديت في الابلكيشن او في التول بتاعتها بتاعت جوجل اناليتكس، غيرت من جوجل يونيفرسال وهتبدا تشتغل على الجي 4. فالجي 4 بيبقى فيه كاستم ايفنت، والكاستم ايفنت دي بتبقى عن طريق جوجل تاج مانجر، وده بيحتاج في الكاستم ايفنت ان انت مش احيانا هو انت لازم تبقى فاهم جافا سكريبت بيزكس، عشان انت بتحط كودز مثلا او بتحط جافا سكريبت كودز على تاج مانجر عشان تفاير على جوجل اناليتكس، فانت لازم تبقى عارف ده. وهو اصلا يعني تاج مانجر مثلا على سبيل المثال معمول عشان خاطر ان انت ما تتواصلش مع الديفلوبر وتطلب منه حاجات كتير يعني. فبالتالي لازم تكون انت اوير بالجافا سكريبت بيزكس، ان انت تبقى عارف جافا سكريبت. لازم تبقى فاهم كونتنت، تمام، وفاهم يعني ايه كونتنت وازاي تعمل اوديت للكونتنت. يعني لو انت عندك محتوى موجود برودكت بيج مثلا او ارتكل مثلا، انت هتشتغل على بلوج او مثلا هتشتغل اي كوميرس على برودكت، فانت لازم بتبقى عارف الاستراكشر بتاع البرودكت، لازم يبقى موجود في ايه التايتل والميتا ديسكريبشن والهيدز بتاعته، السبيكس، المواصفات، لازم تكون فاهم ده كويس جدا. الحته بتاعت الكونتنت اوديت دي برضو من ضمن الحاجات، من ضمن السكيلز. فالسكيلز دي فيها حاجات كتيره جدا جدا جدا. في حاجه تانية ان انت بيتطلب منك ان انت بتعمل حاجه اسمها competitor analysis. اوكي، دي ثالث حاجه. competitor analysis ان انت لازم تبقى عارف ازاي بتعمل competitor analysis ما بينك وما بين بقيه المنافسين، وتقدر تحلل الترافيك بتاعهم وتحلل الكيورد اكوزيشن. دي من ضمن الحاجات اللي هي موجوده. لازم تبقى فاهم التفاصيل بتاعه الباك لينكس، يعني ايه باك لينكس وازاي تعمل باك لينك، تمام. والباك لينك دي يعني مش عايزين ندخل بقى في شرح يعني مصطلحات كتير، ولكن من ضمن الحاجات المطلوبه منك ان انت ازاي بتعمل باك لينك، وان انت يعني ايه جيست بوست، تمام. لان في السوق مثلا العربي موضوع الباك لينك ده في حاجات كتير جدا. في ناس بتبيع بال10,000 باك لينك و1000 باك لينك، الكلام ده مش مظبوط، ده مش وايت هات تكنيك وده مش صح. يعني لازم يعني تسبورت نفسك في التكنيكال بورت، تمام. التكنيكال بورت ده يشمل حاجات كتير قوي، يعني لازم في التكنيكاليتي لازم تبقى فاهم يعني ايه لينك ستراكشر، يعني ايه ويب سايت اركتكتشر، تمام. لازم تبقى فاهم الحاجات دي. بص، تحس هي حاجات مكلكعه شويه، ولكن هي واحده واحده ما هي هي ممكن. بالظبط بقى. يعني هي لو رود ماب، هل في مثلا، يعني هل انا حقيقي ما اعرفش، هل في كورسات في كورسات تغطي طبعا. المجال ده؟ يعني لو حد يقدر ياخد كورس، هل بعديه يبقى مؤهل ان هو يشتغل ريموتلي، ولا لازم يعمل حاجات الاول؟ يعني هديك بس على سبيل المثال، لو انا ويب ديفلوبر هعمل كام ويب سايت قبل ما اقدم على الشركات. لو انا راجل بتاع فيديو اديتنج هعمل اديت لفيديوز واعمل شو ريل ليا. لو انا SEO هعمل ايه عشان اقدم بيه؟ حلو جدا. ايه البورتفوليو بتاعي؟ طيب البورتفوليو بتاعك، اولا انت محتاج ان انت تفهم الشغل بتاعك الاول، تمام، قبل ما تعمله اكسكيوشن. يعني لازم تفهم يعني ايه SEO، تفهم الحاجات اللي احنا قلناها ديت. ودي حاجات احنا قلنا 4-5 حاجات من 7-8 حاجات، يعني كل حاجه من دي تحتها حاجات كتير. بص، في اماكن بتقدم كورسات وفي كورسز موجوده اونلاين. انا هقول لك على اقتراح كويس. في رود ماب هي فري، فيها ازاي تبدا SEO فروم سكراتش خالص وانت ما عندكش اي حاجه، وتبدا تكنيكال لغايه مرحله ما فول ادفانس، عباره عن ارتكلز وعباره عن توتوريالز، طب تمام. رود ماب دي هنقدر ناخد الروم ماب دي عشان اقدر احطها في طبعا الديسكربشن دي للفيديو رود ده؟ ماب ديت الناس اللي في الاندستري بتاعت SEO، طبعا الناس تقدر بس تاخدها خلاص، يبقى ومجانا، هتلاقوا ولا هتدفع فلوس، اللينك ولا تحت زر هتدفع اللايك. يعني ولا هتدفع فلوس ولا اي حاجه خالص. رود ماب، انت عايز تتعلم ده، حط لنفسك بلان. انا بعد 6 شهور، سنه، تمام، مش اقل من 6 شهور بالمناسبه، سنه. اقفل على نفسك، نظم وقتك. لو انت لسه متخرج جديد، ابدا ذاكر وابدا اتعلم، وفر وقت. بعد سنه لو انت ذاكرت الماتيريال ديت، هتطلع بكونكلوجن وتطلع باكسبيرينس كويسه. ساعتها انت تقدر تعمل ويب سايت، تمام. لو انت ما بتعرفش تعمل ويب سايت، ممكن تستعين بحد يعمل لك ويب سايت ووردبريس. من ضمن التوتوريالز والحاجات اللي موجوده جوه الرود ماب ده ان انت تعمل ازاي ويب سايت، ودي حاجه بمنتهى السهوله. فانت تقدر تعمل ويب سايت، وان انت تقدر تتست الحاجات اللي انت اتعلمتها ديت وتعمل لها اكسكيوشن. وتقدر بقى لو انت فعلا لقيت ان انت بتعرف تاكسكيوت على الويب سايت التست اللي انت كنت بتعمله ده، ممكن تبدا تعمل بلوج مثلا. تقدر ان انت تكتب. هنا هتحط المهاره بتاعت الكونتنت اللي انت اتعلمتها والاوديتنج بتاع الكونتنت،
تمام، دي نمره واحد. فانت اصبحت شخص انت اللي بتكتب الكونتنت ده. نمره اتنين ان انت هتبدا تعمل اوبتمايزيشن للبلوج ده، سواء بقى بحاجه انت بتحبها. مثلا نفترض ان انت بتحب مهم. الكوره، انت بتتكلم مثلا عن اخبار الكوره، بتتكلم عن تفاصيل صفقات معينه مثلا على سبيل المثال. انت بتكتب الكلام ده وبتعمل ليه اوديت، وفي الاخر بتبلشه از بلوج. وبعد كده بعد فتره لو انت شغال كويس بيجي ترافيك، فانت بتقول دي كيس ستادي بتاعتي، ده ويب سايت انا اللي عامله مهم. فروم سكراتش، انا اللي كاتب الكونتنت وانا اللي عامل الاوبتمايزيشن بس. وتحط ممتاز. ستيت سكرين شوتس بقى من جوجل اناليتكس وسيرش كونسول بالتفاصيل بتاعه الترافيك قد ايه، واحنا كنا فين وبقينا فين، التفاصيل دي كلها. مهم. كيس ستادي بتقول ايه التشالنج اللي كان موجود وحلينا ده ازاي، وايه الكونكلوجن بتاعنا. دي ممتازه جدا. يعني دي مع الانجليش كل الناس ده اللي الشخص محتاجه. اقول لك على حاجه، لو قلت كل واحد من الناس اللي هتشوفنا ديت لو ادى لنفسه سنتين يقعد يذاكر فيهم وهو لا يفقه شيء خالص عن الاس اي او او سيرش انجن اوبتمايزيشن، والانجليش بتاعه ضعيف، لو قعد مدي لنفسه سنتين اتنين، بعد السنتين دول هيعمل اللي احنا اتكلمنا عليه، ويقدر ان هو يشتغل في السوق الاوروبي بمنتهى حقيقي السهوله. والله، حقيقي والله. يعني الموضوع محتاج اصرار، محتاج تشالنج، محتاج الناس تيجي على نفسها. يعني محدش هيوصل جميل جدا وينجح والله. بالتالي يعني. انا على فكره انا الرود ماب اللي انت قلت عليها دي اصلا خلتني متحمس والله. يعني انت لو في حاجه واضحه بالطريقه دي في مجال من المجالات الممتازه دي، واضح انا جدا. انا والله فعلا اتحمست اصلا ان انا ابص عليها اساسا يعني. هتبص عليها طيب وبالمناسبة بتقول ازاي محركات البحث بتشتغل، نفس اللي انا قلته كده بالظبط. جميل جدا، جميل جدا. وفي بارت طيب تكنيكال. سؤال ليه علاقه بنفس الجزء برضو. ايه هي الوظائف المتاحه في الاس اي او في مجال الاس اي او كتايتلز او كديسكريبشن او كمهام مختلفه؟ طيب التايتل بتاعت الاس او بتبدا من الاس او جونيور. الجونيور ده لسه حد عارف شويه بيزكس بسيطه، تمام، ولسه ما تحولش يبقى سبيشالست. والسبيشالست ده الشخص اللي هو متخصص. اوكي. وبعد السبيشالست ده بيبقى فيه سينيور اس او، يعني جونيور اس او، مهم. وبعد كده سبيشالست، وبعد كده سينيور. تمام. وبعد كده بيجي اس او مانجر. تمام. والاس او مانجر ده في منه اس او مانجر جونيور، وفي اس او مانجر سينيور، وفوق دول بيبقى فيهم الهيد اوف اس او. ده الهيراركي بتاعهم كده من تحت لفوق. لو خدناهم من فوق يبقى الهيد اوف اس او، بعد كده اس او مانجر سينيور، بعد كده اس او مانجر جونيور، بعد جونيور. كده سينيور اس او، بعد كده اس او سبيشالست، بعد كده اس او جونيور. ده الهيراركي بتاع الاس او. تمام. بس هما كلهم بيعملوا نفس الحاجه او يعني؟ لا طبعا. طيب ايه يعني اللي مثلا إيه الاختلاف؟ اختلاف كبير جدا. يعني احيانا بشوف بعض الشركات بيطلب من الاس او سبيشالست ان هو يسيت استراتيجي، يكرييت استراتيجي، مهم. ويحط بلان، تمام، للاس او. ده مش وظيفته، دي مش وظيفته. ده وظيفه يا اما سينيور اس او يا اما اس او مانجر، ان هو يحط البلان او الاكشن بلان بتاعت الاس او، ويحط الاكسكيوشن. تمام. لان مش منطقي ان انا اجيب حد اس او سبيشالست واقول له انت المفروض ان انت تكريت البلان وتحط مهم. لي مثلا فوركاستنج وتعمل ده. لا، هو مش هيعمل ده. هو المفروض اللي بيعمل ده هو من اول السينيور، تمام، لغايه الهيد اوف اس او. الهيد اوف اس او بيبقى تحتيه كذا اس او مانجر، تمام، وكل اس او مانجر تحتيه تيم. والتيم ده مكون مثلا من سينيور، مكون من 2 سبيشالست، تمام، او 3 سبيشالست مع السينيور والاس يو مانجر بتاعه. مهم. فكل واحد الديوتي بتختلف عن تاني. يعني الراجل اللي هو الجونيور ده ما بيطلبش منه مثلا ان هو يعمل مثلا كيورد استراتيجي، دي مش بتاعته. اوكي، تمام. مش هيقدر يعملها. الحاجات اللي هي فيها بلاند واكسكيوشن، الاكسكيوشن هيعمله السبيشالست، تمام. مهم. انما اللي هيحط البلان ده هو المانجر، هو السينيور، هو اللي هيقول احنا هنعمل كذا وكذا وكذا، لان ده هو اللي في الاخر اللي هيتسال على دوت، مش تمام. السبيشال. طيب الجونيور بيعمل ايه؟ الجونيور ده شخص بيتعلم، لسه هو جونيور، هو لسه بيتعلم
والشركه عارفه ان هو لسه ما خدش النولج الكبيره، تمام، يعرف بيزكس، يعرف يعني ايه تكنيكال اس يو، يعرف يعني ايه كونتنت، تمام، ولكن هو ما يقدرش يعمل اوديت للكونتنت، ما يقدرش يكتب كونتنت بشكل كامل وصريح يعني 100%. بنفس الوقت هو بيقدر يتابع بقى ايه الحاجات اللي هو بيقدر يعملها. مثلا بيقدر يتابع الكيورد بوزيشن رانكينج، بيقدر يتابع اللينك باك لينك بروفايل، بيقدر يتابع السايت هيلث، في عندنا ايرورز، في عندنا اي مشاكل تكنيكال، بيبص على جوجل سيرش كونسول ويعمل بيزك اوديت، تمام. لو في ايرور طالع ان في ريدايركت، لو في دي اندكسنج، لو في كانونيكال، بيبص على جوجل اناليتكس، بيبص بيمونتور الترافيك ويشوف الترافيك فيه دروبس، الترافيك فيه ابديتس. بس كده من بره، انما تفصيليا ده بيروح بقى للاس يو سبيشالست، هو اللي بيقول احنا مثلا الترافيك بتاعنا بيبقى دروبت مثلا يوم الجمعه والسبت مثلا، عشان الجمعه والسبت دول بيبقى اجازه مثلا على سبيل المثال، تمام. الراجل السينيور الاس يو ده هو اللي بيبقى عارف السبب ليه، بينفستيجيت ايه السبب، هو مش عارف السبب ليه، بينفستيجيت، بيحقق ليه هو الناس بتيوم الجمعه والسبت، تمام، ويطلع ريبورت للاس يو مانجر، الاس يو مانجر ياودت كل الكلام ده ويراجع بقى، يعمل بقى يشوف الجورني بتاعت اليوزر، ويشوف بقى يستخدم بقى تولز مثلا زي جوجل داتا ستوديو، حاجه فيجوالايز، عشان يبدا يعرضها للهيد اوف اس يو، يقول له احنا الجورني بتاعتنا الناس بتدخل الهوم بيج، وبعد كده بتدخل على الكاتيجوري ده بس بتطلع من الكاتيجوري ده، او بتدخل على الكاتيجوري ده وبتدخل على 3 برودكتس، والاثنين البرودكتس التانيين دول ما بتدخلش عليهم، وما بتدخلش عليهم علشان بيحصل دروب بسبب 1 2 3، فكل واحد من منطقي. دول متقسم عليه التاسكات. تفصيل كتير ده صح؟ هو تفاصيل كتير، بس فعلا لما بتقولها والله يعني انا مثلا ما كنتش اعرف الهيراركي ده، بس بتميك سنس، حاجات منطقيه. يعني ما ينفعش فعلا واحد جونيور او حتى يكون سبيشالست يقدر ياخد قرار او حاجه زي دي، يغير في الويب سايت او يعمل او يحط استراتيجي او بلان حاجه. فعلا محتاجه حد يكون اتقل شويه. طيب اسئله خاص، عندي كام سؤال كده قبل ما اروح لاسئله المتابعين، خاصه بالان سي او شويه، ليها علاقه بحاجه تانية اللي هي ووردبريس. تمام، لمستخدمين ووردبريس او اللي عندهم مواقع ووردبريس، علشان الموقع بتاعهم يتصدر محركات البحث او يتصدر جوجل، يعني ايه اهم، عايز اقول مش اقول لك 7 نصايح، ايه اهم 5 نصايح عندك؟ اهم 5 نصايح. اول نصيحه ان هو يهوست الويب سايت في كلاود، على كلاود ديجيتال اوشن مثلا على سبيل المثال، مثلا حلو. يحط الويب سايت على كلاود سيرفر، ما يحطهوش بقى على شيرد هوستنج، عشان هنافويد حاجات كتيره. انا دي لساني وجعني والله من كتر النصيحه دي. ودي ليها سبب بالمناسبه. انت يعني من ضمن كتير. الرانكينج فاكتور، من ضمن الرانكينج فاكتور عشان تقدر تحقق الشرط وان انت تظهر في نتائج البحث الاولى، ان انت لازم الويب سايت بتاعك يبقى سريع. فبالتالي مش هيبقى سريع وهو الويب سايت محطوط على شيرد هوستنج، فلازم يبقى محطوط على كلاود مثلا. في ناس بتجيب في بي اس، في ناس بتجيب ديديكيتد سيرفر. لو ديديكيتد سيرفر الكوست بتاع الكلاود هيبقى اوفر يعني. فدي اول نصيحه، ان انت تهوست الويب سايت على كلاود علشان يبقى عندك ريسورسز، لان لو مثلا ربنا كرم وبقى عندك ترافيك كتير، ما يبقاش الدنيا تقع يعني. دي نمره واحد. تمام. تمام، وده مهم. ريفلكت على الاس او بالمناسبه يعني. اه طبعا. نمره اتنين اوعى تستخدم البلجنز النل، يعني ما تستخدمش البلجنز اللي هي مضروبه، تمام. مهم. يا تشتري البلجن يا ما تشتروش. انما وخصوصا لو انت بزنس، يعني انا ساعات بتصدم مثلا بشوف مواقع اي كوميرس بدل ما يروح يشتري البلجن اللي هو ثمنه ممكن ما يتعداش ال 60 ولا ال 40 دولار، يعني ده هو لو بلجن جامد جدا ويروح ياخده فري، تمام. وبعد ايوه. كده يسبب له مشاكل في الويب سايت، يبقى فيه باك دور، ممكن الويب سايت بتاعه هيك، ممكن مهم. يحصل فيه اي مشكله، ومشاكل في الاس اي او. ومشاكل طبعا في الاس يو، لان كده ممكن اصلا الويب سايت ده يحصل له سبامينج ويحصل ليه حاجات كتير يعني. ففي تفاصيل في البوينت دي كتيره جدا يعني. بس دايما لا، ههوست الويب سايت في مكان كويس، كلاود مثلا ديجيتال اوشن، اي دبليو اس بتاعت امازون، او وات ايفر الكلاود اللي انت شايفه. تاني حاجه ان مهم. انا استخدم بلجن تكون من السورس نفسه، ما استخدمش حاجه نل، وتكون متطابقه، يعني اتاكد ان الفيرجن بتاعك كومباتبل مع الفيرجن بتاعت الووردبريس بتاعتي، مهم. تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجه ان انا هستخدم بلجن للاس او، تمام، علشان اقدر اهندل منه بقى التايتل والميتا ديسكريبشن، واحط الفوكس كي وورد، واهتم بالصفحه واتاكد ان هي اوبتمايزد، تمام، عن طريق مهم. بقى في بلجنز كتير موجوده يعني في الماركت بتاعي. دي تالت حاجه.
رابع حاجة ووردبريس تعتبر من البلاتفورم اللي هي فريندلي جدا بالنسبة للاس يو. يعني لو قارنت المشاريع بتاعت الاس يو ما بين ووردبريس بلاتفورم تانية سي ام اس تانية زي مثلا على سبيل المثال ماجنتو اوكي او بريستا شوب، هتلاقي لا ان الاس يو هي فريندلي جدا تمام، وسهل ان انت توبتمايز الويب سايت لو انت بتشتغل على ووردبريس. الكونتنت المحتوى نفسه ووردبريس في بلجنز كتير جدا بتقدر تساعدك ان انت دلوقتي طبعا مع التطور بتاع شات جي بي تي تمام، ان انت تقدر تستخدم التولز كمان ان انت تقدر تساعدك تديك برين ستورمنج علشان خاطر ان انت تبدا تكتب محتوى سهل جدا. هي اصلا ووردبريس لما جت بدات عشان خاطر ان هي تبقى بلوج، تبقى تبني محتوى مش اي كوميرس ده ولا حقيقي. حاجه تانية. ودي كانت ده حقيقي. دي بدايه ووردبريس. فبالتالي انت عندك فرصه ان انت عندك بلاتفورم هي متخصصه اصلا للكونتنت تمام، وهي اوبتمايزد للبارت ده او للحته ديت تحديدا. دي رابع حاجه. خامس حاجه اتاكد دايما من الحته بتاعت السكيورتي تمام، ان انت بتحط مثلا تو فاكتور اثنتيكيشن مثلا الداشبورد تمام، الادمن البانل اللي موجود عندك ديت لما بيجي حد يلوج لازم بيبقى فيه تو فاكتور اثنتيكيشن، بيبقى فيه كود بتحطه علشان خاطر مش اي حد ياخد اكسس، وتميك شور دايما ان انت الويب سايت بتاعك هو ابديتد دايما، بلجنز السين بتاعتك وكلهم ماتشنج مع الفيرجن بتاع ووردبريس عشان ما يحصلش كونفليكت. حاجه اخيره الاستراكشر بتاع ووردبريس بيسمح لك ان انت تعمل ويب سايت بنقدر نقول على اللينك ستراكشر بتاعه هو فلات ستراكشر، ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلي السبايدرز بتاعت جوجل ان هي تقدر تكرول الويب سايت بتاعك بمنتهى السهوله، مش هيبقى فيه اي ديفيكولتي. يعني سهل ان انت تحط لينك ستراكشر للويب سايت بتاعك لو انت على ووردبريس، لو انت حتى اي كوميرس وبتستخدم وو كوميرس بلجن بتقدر ان انت تحط لينك ستراكشر سهل جدا ان الكراولر بتاعت جوجل تقدر تكرول اللينكات دي وتقدر ان هي تفولو اللينكات دي وتقدر تشوف ان الويب سايت هو كلين جدا بيقدر يوصل لصفحات بمنتهى. فانت عندك فرصه دي برضو مش موجوده في بلاتفورم كتير جدا يعني. هل عشان اعمل كده في حاجه معينه لازم اعملها ولا ده باي ديفولت اصلا في ووردبريس؟ او لما بستخدم ووردبريس واستخدم وو كوميرس الموضوع بيبقى سهل ولا في حاجه معينه لازم اعملها او الموضوع اخلي بالي بيبقى منها؟ سهل. بص الموضوع بيبقى سهل، اللي بيعمل ويب سايت بيبقى معاه الفريم ورك، بيبقى حاطط الديزاين والاستراكشر بتاع البيج، بيبقى بيقول مثلا احنا في الهوم بيج احنا عندنا، لو نفترض ان احنا عندنا ويب سايت اي كوميرس بيبقى عندنا هوم بيج وفي كاتيجوريز، مثلا كاتيجوريز بتاعت الالكترونكس، كاتيجوريز بتاعت الموبايل، كاتيجوريز بتاعت اللابتوب مثلا على سبيل المثال. فيبدا يحط تحت الموبايل مثلا، انا هحط تحت الموبايل براندز مثلا زي ابل زي سامسونج زي هواوي زي اوبو، ويبدا يطلع من تحت مثلا ابل يقدر يطلع اللينكات او البرودكتس بتاعت ابل اللي خاصه بابل. ما ينفعش مثلا تحط لينك بتاع برودكت ابل مثلا في الموبايلز على طول، لا لازم يتحط تحت الكاتيجوري بتاع ابل. يعني انت لازم تقسم تمام. الاستراكشر والهيراركي بشكل هبعت لك صوره فيها الفلات ستراكشر هو شكله عامل ازاي بحيث الناس تقدر تستوعبه ان هو بيبقى تمام. وده كاتيجوري بيبقى ده بيبقى سهل جدا في ووردبريس عمايل يعني تنفيذ. سهل جدا، سهل جدا ان هو يتعمل، ده حقيقي. سهل جدا. طيب ممتاز جدا. طيب لو حد عنده بقى متجر الكتروني او اي كوميرس ويب سايت، هل في نصايح مختلفه او نصايح زياده عن اللي احنا قلناها؟ الاي كوميرس هو يعني الباشون بتاع الاس يو. يعني تخيل مثلا صاحب بزنس بيجيله ترافيك فري من جوجل من غير اعلانات من غير اي حاجه، والترافيك ده بيدخل يشتري المنتجات دي. انت علشان خاطر ان انت تنهانس وتحسن مثلا الويب سايت الاي كوميرس بتاعتك لازم تكون حاطط البرودكتس في البرودكتس بيج بشكل يكون بروفيشنال. التايتل او العنوان بتاع المنتج عنوان واضح اوكي، الديسكريبشن تمام او الشرح المنتج ده ايه، بتشرح المنتج ده هو ايه، لو المنتج ده ليه مواصفات ليه ابعاد مثلا طول وعرض ووزن بتحط التفاصيل دي. التفاصيل ديت الناس ما بتاخدش بالها منها ومش بتحطها احيانا في بعض المنتجات، فالشخص اللي بيشتري هو مش عارف المنتج ده هو يعني الطول بتاعه عامل ازاي، مثلا الوزن بتاعه ده عامل حقيقي. ازاي، هل الماتيريال دي خفيفه ولا لا. يعني لازم احط دايما السبيكس او الدايمنشنز مثلا بتاعه البرودكت لو هو منتج مثلا فيزيكال، حاجه مثلا انت بتشتريها وبتستخدمها. على سبيل المثال مثلا نفترض لو احنا حاطين البرودكت بتاع لابتوب، فانا لازم اشرح اللابتوب ده هو جيل ايه، الكور بتاعه ايه، الرامات قد ايه، والهارد ديسك قد ايه تمام، مودة تفاصيل كامله عن البرودكت
البرودكت ده. وممكن كمان بقى اقول ان انا ممكن استخدمه في الجامعه، ممكن استخدمه في مم. ورك مثلا، في حاجه بسيطه او حاجه سيمبل. الفكره نفسها ان انت اللي بيشتري المنتج ده ما بيبقاش شايف المنتج قدامه، فهو عايز يتاكد ان اللي هو بيشتريه ده مظبوط، هو ده ماتشنج مع اللي هو عايزه ولا لا. بالظبط. الصفحات بتاعت المنتجات ديت اكيد يعني المنتج اللي بيتباع ده اكيد بيتباع في كذا ويب سايت تاني، مهم. بس جوجل في الاخر بتقول هو المنتج اللي في الويب سايت ده هو اللي انا هرانكه واخليه في الصفحه الاولى. ده ليه عوامل كتير جدا، لان مش طبيعي ان انت مثلا تقول ايه، انا هبيع مثلا موبايل ايفون برو ماكس 14 14 مثلا، ويبقى انت الوحيد اللي بتبيعه. لا، في ويب سايتس تانية بتبيعه. فانت علشان مهم. خاطر توبتمايز مثلا البرودكت ده لازم تكون كاتب التفاصيل بتاعته، لازم تكون حاطط شكل الموبايل وهو مثلا الصوره بتلف 360 درجه، حاطط الابعاد بتاعته، الوزن، السايز بتاعه، الكاميرا، الوزن بتاعه نفسه هو عامل ازاي، الالوان المتاحه، وتحط منه اكزامبلز مثلا في الديسكربشن. لما تيجي تشرح البرودكت للكلاينت، الكلاينت خلاص بياخد ديسيشن ان هو يشتري. من ضمن التشالنج او التحديات دايما اللي موجوده في ووردبريس، الناس بتشتكي ان ووردبريس دايما بيبقى بطيء في الاي كوميرس. تمام، موضوع البطء ده برضه بيرفلكت على الاس يو، لا هو بيأثر على الاس يو، بس انا بتكلم ان هو احيانا الويب سايتس بتاعت ووردبريس اللي هي الاي كوميرس بتبقى بطيئه، لانه مثلا اللي بيعمل ويب سايت بيجيب سيم، والسيم ده بيبقى فيه فايلز دوم، بيبقى فيه حاجات كتير جدا بتعطل الويب مهم. سايت يشتغل بسرعه. فلازم تهتم بالسبيد بتاعت الويب سايت. عندك ويب سايت اي كوميرس، لان لو انا دخلت الويب سايت لقيته بطيء انا مش هكمل شراء مع الويب سايت بطيء. بالظبط. اتاكد ان انت حاطط تفاصيل المنتجات موجوده بشكل واضح. تمام، وهنا ده بيديني فرصه ان انا اركز على الكلمات بقى المفتاحيه او الكيورد نفسها، مهم. لان انا هنا بيبقى عندي فرصه ان انا اكتب الكيوردز بتاعتي، الكونتنت بتاعي، ان انا امنشن الكيورد بتاعتي في التايتل والميتا ديسكريبشن في بقيه الكونتنت، واشوف الكلمات اللي حوالين المين كيورد ديت او الكلمه الرئيسيه، وان انا اكتب عنها في الديسكريبشن بتاعت البرودكت. من ضمن الحاجات برضو تانية اللي انت لازم تاخد بالك منها، ان انت لازم تبقى عارف الجيرني بتاعت اليوزر لما بيجي بيدخل على انهي منتجات، وبيكمل شراء ولا ما بيكملش. لازم تبقى فاهم ليه. يعني دي من ضمن الشغل بتاع الاس يو اناليست، اعملها الشخص. ازاي بقى؟ طيب، دي اولا بيبقى محتاج حد يعني اكسبرت، تمام، علشان مهم. خاطر بيستخدم بتولز مثلا معينه زي هوت جار مثلا على سبيل المثال، بيقدر يشوف اليوزر ده دخل وما كملش شراء ليه طلع من صفحه التشيك اوت. مثلا ممكن يكون انت طالب منه حاجات كتير يملاها، الاسم الاولاني والاسم الثاني ايوه. والعنوان والجيران، والمفروض ان انت ما تطلبش منه كل الحاجات دي، المفروض تطلب منه الحاجات اللي انت فعلا محتاجها بس مش اكتر. اكتر من كده مش هيكمل شراء وهياخد بعضه وهيمشي. فانت عندك تولز مثلا زي هوت جار بيوريك الهيت ماب، بيقول لك هو بيكليك فين وبيروح فين، وليه حصل دروب مثلا في صفحه الاد تو كارت، في صفحه التشيك اوت. في عندنا حاجات كتير، يعني احنا ممكن نرسم الفانل مثلا على جوجل اناليتكس ونكسبورته على داتا ستوديو، تمام، عشان نقدر نشوف الجيرني، اليوزر لما دخل مهم. الهوم بيج راح ايه ودخل منين وحصل دروب فين، عشان يبقى عندنا في الاخر كونكلوجن. احنا بقى عايزين نشوف ده بعينينا بشكل تاني، بنروح على هوت جار عشان نشوف تمام. بقى هو ايه المشكله في الصفحه دي. ودي كمان بترفلكت على اليوزر اكسبيرينس، يعني دي حاجه برضو مش اس او بس، لا هي يوزر اكسبيرينس كمان. مهم. طيب انا كده يعني المعلومات بصراحه يعني حاجات كتير اشتغلت في دماغي حاجات كتير. بص. اه والله. بص الناس، بس انا عايز اقول لك نصيحه للناس. بص السوق بتاع الاس يو، الناس دايما بتتخض من الاس يو، ولما بيرانك ويب سايت بسرعه وبسهوله هو لسه مبتدئ، بيحس ان هو عمل اتشيفمنت وما يعرفش ان الموضوع هو لسه، انا بشتغل بقالي كتير جدا تمام، ولكن لسه انا بتعلم ولسه بذاكر ولسه بحاول اشوف الابديتس والحاجات الجديده. فالناس ما بتكملش في الاس يو علشان بتشوف ان هو صعب. يعني الكلام حتى اللي انا قلته ده لو حد اول مره بيسمع اس يو هيتخض وهيقول لك لا انا مش هكمل. بس حاجات هو كتير يستحق. اه. بس هو يستحق ليه؟ مهم. لو بصينا مثلا، يعني لو دخلت على لينكدين دلوقتي وكتبت اس يو في المانيا، هتلاقي طالبين وظايف اس يو كتير قوي، ومش شرط يكون مم. معاك الماني بالمناسبه. يعني هتلاقي وظايف كتيره جدا 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 طالبين من اول اس يو سبيشالست لغايه الاس يو مانجر لغايه الهيد اوف اس يو. فاوبورتيونيتي كتير، تشوف كام واحد مقدم، عدد قليل مش كتير مقدم. فانت تخيل لو انت بقى عندك النولج ديت تقدر مهم. تشتغل remotely، او ممكن ان انت
تسافر بمنتهى السهوله على فكره، لان الحاجه ديت هي حاجه مش هقول لك ان هي سهله، لا هي صعبه، بس هي مش مستحيله، محتاجه منك طولة بال ومحتاجه منك صبر. لو انت ما عندك فيش حاجه مستحيله. ما فيش حاجه مستحيله. مفيش لو حاجه انت مستحيله. عندك طولة بال وصبر فانت هتقدر تحقق شغل. تخيل ان انت تشتغل في شركه اوروبيه وانت هنا في مصر بتقبض مرتب كويس، ولو حبيت كمان تسافر هتقول لهم انا عايز اروح اشتغل مقر الشركه بره، مش هيقول لك اي مشكله خالص لو انت بالظبط. حد فعلا عندك السكيلز وعندك الاكسبيرينس ان انت تعمل ده. حقيقي. الموضوع مش صعب. والله هو ده اللي بنحاول نقوله للناس اصلا في الشانل دي او على القناه اللي احنا عاملينها دي، ان الشغل ريموتلي بعيد كل البعد عن انه يبقى صعب. الموضوع سهل جدا، ولكن محتاج زي ما قلنا كوميتمنت او التزام، محتاج انك انت تشتغل على نفسك وشغل كتير. بالظبط بالظبط. هي فكرة بقى الكسل واحنا تعرضنا لدوت، يعني مش هنقول لك ان احنا ايوه يعني ما تعرضنا للكسل، تعرضنا ان احنا نحبط وتعرضنا لده وده، بس الفرق بين الناس بتكمل، في ناس لا مش بتقدر تكمل، في ناس بالظبط. لا بتبعد الفكرة تماما، لا الموضوع ده بيستحيل. وبالمناسبة يعني انا عايز اقول لك حاجة، يعني اكيد انت عارف دوت اللي انا هقوله. احنا في الشركات اللي احنا بنشتغل فيها سوري اسف، الشركات دي ممكن يبقى معاك واحد زميلك هو عنده 63 سنة 64 سنة اه عادي طبعا. جدا. انا يعني انا عندي ستيل عندي حاجه في و60 سنه. التيم، انا استلم في التيم في معايا حد 63 سنة، ما لهاش دعوه برضه بالسن، لان في ناس تقول لك اصل انا 40 سنه دلوقتي ولا 45 سنه دلوقتي انا لسه هبدا دلوقتي. انت لو بدات دلوقتي صدقني والله لما يبقى عندك 50 سنه ممكن تبقى هيد اوف اس يو مثلا ولا حاجه. مش عايز الناس تصعبها يعني، فاهم قصدي؟ مش عايز الناس ده حقيقي. تحس ان الموضوع لا ده صعب ولا ده انا سن كبير اصل هلاقي شغل فين ومين هيشغلني بالسن ده بره. ما فيش الكلام ده. ملهمش شغل دعوه ريموتلي، اصلا. شغل ريموتلي ملوش دعوه انت مخلص كليه ايه، ملوش دعوه انت عندك كام سنه. انت بالظبط. راجل عندك سكيلز وعندك اكسبيرينس تمام، وريني موجود فانت خلاص مكمل معايا. ويلكم. طيب انا اسئلتي خلصت تمام. انا عايز اسيب بس وقت للاسئله بتاعه الناس على يوتيوب، لان معانا اسئله كتير. فخلينا نبدا. معانا بشار محمد بيقول ممكن تبدا ببناء طريق ازاي يبدا الواحد من الصفر. احنا قلناها ووعدنا ان احنا هنسيب اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. طيب شادي، افضل طريقه للمتاجر الالكترونيه والمنتجات الظهور على جوجل نتيجه اولى. قلنا لازم او اتكلمنا عنه. ولازم تحقق اثورتي، يعني دي الحته ديت. يعني انت بتكمبيت مثلا مع امازون ومع جوميا، لا انت لازم يبقى معاك اثورتي. انت لسه ويب سايت لسه جديد مثلا على سبيل المثال، استحاله ان انت ترانك في الصفحات الاولى. جوجل لسه هي ما تعرفكش، مش ما فيش اي نوع من انواع الثقه يعني، فلازم يبقى ليك اثورتي الاول تمام على الانترنت، وان انت الموقع بتاعك يبقى قديم شويه عشان تقدر تنافس الصفحات الاولى. لما موقع جديد ويقدر ينافس الصفحات الاولى ده معناه ان هو بيشتغل في اندستري ناس قليله جدا بيشتغل فيها، يعني مش مفهوم. ناس. مفهوم، ميك سنس كمان. طيب سؤال اخر، معظم شرح طيب هو عشان كاتبها الكلمه اللي انت بتتضايق منها، هي سيو ولا اس يو؟ بص علشان الموضوع ده دايما بيبقى فيه مشكله كده وعائق كبير. هو ما فيش حاجه اسمها سيو سين يهوي، ما فيش حاجه كده. معظم الناس البروفيشنال حتى اللي عندنا في مصر تمام، مش هقول لك في اوروبا، لا اللي في مصر عندنا يعني بدون ذكر اسماء، يعني لما بيجي يتكلموا بيقول اس اي او او سيرش انجن اوبتمايزيشن. لو انت عايز تقولها بالعربي هتقولها تحسين محركات البحث، بس ما تقولهاش سيو دي خالص خالص، لان انا مش بروفيشنال. ممكن يكون السوق العربي ممكن يقول لك انا عايز متخصص سيو. لما تلاقي متخصص سيو تعرف ان انت هتشتغل في فاميلي بيزنس، مش هتشتغل في شركه كوربريت مثلا ولا انتربرايز تمام. والشخص اللي هيكون بيهارك هيبقى عارف ان انت حد يعني سوري اي كلام يعني. ده من وجهه نظري، ده احتكاكي، ودايما دي طب نقطه انا خلاف. ما كانش قصدي انرفزك والله، بس انا بس لا هو حبيت الموضوع اعرف منك. لا خالص، الموضوع ما فيهوش نرفزه، بس يعني هو يا انت تقول انا اس سي او سبيشالست، انا اس سي او اناليست، انا اس سي او مانجر، انا هيد اوف اس سي او تمام، او اقول مثلا انا متخصص تحسين محركات بحث مش بس كده. متخصص. بس هي دي لا طيب انا بقى خالص. هقول لك السؤال من غير الكلمه دي. معظم شرح الاس اي او بيكون بيدور على الكلمات الترند وسهله المنافسه وبيكتب بيها مقالات. طب انا لو عندي بيزنس محدد في مجال ما وما عنديش رفاهيه ادور على اي كلمات سهله، كيف اخلي الموقع البيزنس المحدد ده يبقى نتيجه اولى؟ لازم يعمل كيورد ريسيرش، ما ينفعش ان هو يوبتمايز كده بلايند، يعني لازم يعرف الناس بتدور على ايه. ما ينفعش ان انت تروح تقول انا هقف في الكيلو 109 طريق اسكندريه مصر الصحراوي وهعمل حاجه كده زي كوستا كافيه مثلا ولا ستاربكس.
مين اصلا بيعدي عليك؟ مين مم. كام واحد هيعدي عليك؟ فانت لازم تعرف الناس بتدور على ايه الاول. هل فعلا الناس بتدور؟ نفترض مثلا ليتس سي الناس بتدور مثلا، لو هنتكلم عن الاندستري بتاعت الفود اند بافرج الاكل عموما، لو الناس بتدور على شاورما، اوكي شاورما دجاج مثلا تحديدا، تمام، انهي الناس اللي بتدور اكتر؟ ناس بتدور على شاورما دجاج اكتر، ده عددهم اكتر، ولا شاورما لحم اكتر؟ انت لازم تبقى مم. عارف الناس بتدور على ايه، وتبدا تلبي الطلبات ده. انما انت هتبني بيزنس وتبيع منتج من غير ما تعرف هو الناس بتدور. ممكن تقول لي منتج الناس بتدور على المنتج ده حلو، الناس بتدور على المنتج ده بكلمات، لازم تبقى عارف الكلمات دي ايه وتحللها، تشوف السيرش فوليوم عدد الناس اللي بتدور عليها، وتشوف الديفيكالتي المنافسه بتاعتها عامله ازاي، ما هي لانها مش لو طبيعي. الكلمات، ما هو السؤال لو الكلمات مش سهلة المنافسة، لو الكلمات المنافسة فيها صعبة يعمل ايه لو بقى؟ بستخدم المنافسه بستخدم الكي وورد لونج تيل، بستخدم الكي لونج وورد تيل، ايوه. لونج تيل مهم. اللي هي بيبقى من اكتر من 3 كلمات او 3 كلمات او اكتر، 3 كلمات بالظبط. 4 كلمات خمس وابدا بقى كلمات اطلع واحدة واحدة. واحده واحده، لان هو عمرك ما هتوبتمايز مره واحده، ده اكيد ومنطقي يعني. تمام. منطقي، منطقي جدا. انا مبسوط من الاسئله. انا يعني بص انا معاك للصبح لو في اسئله كتير. في اسئله معانا كتير، من مرتين لا لا بصراحه. لا لا، براحتك طيب، براحتك، انا معاك. الرود ماب طبعا السؤال ده بيتكرر كتير، فالرود ماب انا هعديه. خلاص، الرود ماب احنا اتفقنا هيبقى في لينك انا اللينك ما خدتوش لغايه دلوقتي، فلو عملنا ادهوش ليا مشكلته مش مشكله. لا 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 لا، فهتلاقوا اللينك في الديسكربشن. طيب، رينج اوف الرينج اوف سالاريز فور جونيورز اند سينيور. فين في مصر؟ ده احنا بنشتغل ريموتلي بقى بره مصر. بره مصر، بره مصر هو انا ممكن بتاع اساعد ممكن اساعد في الاجابه دي، لان رينجز بتختلف من شركه لاخرى، يعني الشركه الثانيه. مفيش رينج لاس اي او هيبقى موجود في كل الشركات. لا، كل شركه بيبقى ليها رينج لكل وظيفه، مش اس اي او بس، انا بتكلم على كل وظيفه بيبقى ليها رينج. انا بدي الاس اي او مثلا سي من 1000 ل 2000، بيبقى التيم كله هياخد من 1000 ل 2000. انت بقى اشتغلت امتى، لان كل سنه بتزيد والكلام ده كله. فلو رينج واحد لكل الشركات، ده مش موجود اصلا، لا ده وفي مش كل موجود الوظائف مش طبعا. دي بس. خالص 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 خالص. بص مفيش شركه، في شركات بتدي مرتبات للسبيشالست اكتر من مانجر في شركات تانية وهم برضه في اوروبا. بالظبط. بالظبط. لا، هي خالص. ملهاش ما فيش ملهاش اي. رينج لكل الناس. فلو انت عايز تعرف بقى الرينج، السالري رينج للشركه اللي تقدم فيها، قلنا في فيديو قبل كده تقدر تدور على جلاس دور الويب سايت، او تسال الراجل الريكروتر اللي بيتكلم معاه. هم مع السؤال ده مش عيب بالنسبه لهم، السؤال ده هيرد عليه عادي جدا. فدي الطريقه اللي تقدر تعمل بيها كده يعني. سؤال تاني من عبد الله. انا بدات فعلا في مجال اس اي او كونتنت بقالي فتره مش كبيره، عايز اعرف ايه الخطوات اللي هتمكنني من اني اوصل شركه عالميه اشتغل فيها ريموتلي بمرتب محترم وما تخلينيش اسافر. نفس الرود ماب. نفس الرود ماب. وهقول لك ان انت بعد ما بتخلص البيزكس وبتبدا تدخل في المرحله اللي هي بنقول عليها ان انت بتديبن يور نوليدج، او يعني بتعمق المعلومات بتاعتك. تبدا بعد ما تخلص المرحله دي وهي موجوده في الرود ماب، تقدر ان انت تقدم على طول على فكره قبل ما تدخل المرحله ممتاز. الادفانس، وده هيبقى كافي جدا. ممتاز. طيب، هل اقدر اوفق، سؤال من اسامه، هل اقدر اوفق بين دراستي في الجامعه واني اشتغل ريموتلي في مجال اس يو، ولا هيبقى صعب؟ بص هو ده بيتوقف على حاجات كتير. اولا المحاضرات دايما بتبقى في الجامعه، دايما بتبقى من الصبح مثلا، احيانا بتبدا من الساعه 7 او الساعه 8 تقريبا يعني، لغايه الساعه 2. فده الوقت اللي هيبقى فيه الشغل. لو انت بتشتغل مثلا في شركه بره مثلا في يو اس اي، وان المواعيد بتاعتهم مثلا تبقى يعني 3 الظهر عندنا، ممكن تبقى 9 الصبح مثلا في نيويورك تقريبا. ف ده حقيقي. فانت لو انت هتبدا مثلا من الساعه 4 مثلا الساعه 10 لغايه 10 بالليل، لو في حاجه كده اتس اوكي يعني، ده هيبقى كويس. لان معظم الشركات دايما بيبقى مثلا شركات في المانيا مواعيدهم التوقيت بتاع المانيا نفس توقيت مصر. فلو هيبداوا مثلا التيم ميتنج الصبح الساعه 8 ولا الساعه 9، فلازم تبقى انت موجود الستاند اب موجود. ميتنج مثلا على سبيل المثال. مهم. فده بيتوقف بقى على حسب طبيعه العمل، الشغل عندك من الساعه كام للساعه كام. فلو في opportunity فرصه ان انت تلاقي مواعيد بعد ميعاد الكلية اوكي، بس لازم برضو تبقى عامل مهم. حسابك ان انت وقت الكلية لازم تذاكر برضو علشان بالظبط. ما توقعش بالظبط. الدنيا دي حاجة ده حقيقي. مش كلام يعني. طيب، معانا سؤال من
مهندس محمد، هل اتعلم اساسيات ويب بشكل عام وبعدين اتخصص في المجال، ولا اتخصص في مجال مثل فرونت اند وافضل مركز عليه واطور نفسي فيه بشكل كبير؟ تقريبا السؤال اللي هو يتعلم اساسيات الويب وبعد كده يخش مجال الاس اي او. فرونت اند زي ما احنا قلنا ريكويرمنت ان انت تبقى اس يو بروفيشنال، وان انت حد يكون شاطر في الحته دي، ان انت تبقى فاهم اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. لو انت اتعلمت ويب وخدت التراك بتاع فرونت اند دي هيبقى كويس، ده هيبقى ادفانتج، ولكن برضو الاساسيات بتاعت الاس يو هي الكور او هي دي الاساسي. يعني دايما في الوظائف اللي بيطلب بيقول لك مطلوب منك يعني هتبقى كويس جدا لو انت عارف اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت، هيبقى ده كويس جدا ان انت لو تعرف ده هيبقى advantage. ممكن احيانا بيبقى ريكوايرد، احيانا لا مش ريكوايرد، مش مطلوب، بس لو عرفتهم ده هيبقى كويس جدا. طيب انا كده الاسئله اللي معايا خلصت واسئله المتابعين كمان خلصت. انا حابب اشكرك جدا عماد بيه، والله انا استفدت. انا حاسس ان انا حاسس وانا قاعد بسمع الحاجات دي انا اتحمست والله في مجال الاس اي او. انا هبص على الرود ماب خلاص. انا على فكره اللينك معايا دلوقتي هتلاقيه في الديسكربشن بتاع الفيديو. حابب اشكر عماد. لو في اي سؤال تقدروا تسيبوه في الكومنتات، وانا ان شاء الله لو انا مش عارف اجاوب عليه هقول لعماد، عماد هيجاوب عليه بكل اريحيه. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه. السلام عليكم.